الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. ما تنسوش بقى اللايكات والتعليقات الجميله بتاعتكم. النهارده احنا معزومين عند اخويا احمد عازمنا، فما نروح بقى نشوف هو عازمنا فين وهيعمل لنا ايه. بس قلت ما اخد المقدمه كده من اول البيت. وده يوسف اهو، كابتن يوسف جاب ايه؟ جاب التوك توك. جاب التوك توك. ويلا حبايب قلبي نركب التوك توك ونشوف هنروح فين. يا رب العزومه بتاعته ما نشوف هيبقى عامل لنا ايه. بصله المحب خروف. عارفين لو لقمه وحته جبنه زي ما انا قلت لكم، كفايه حاجه اسمها جبر خاطر، وكفايه ان هو بس حد يطبطب عليكي كده، وكفايه بس اللمه والقعده. فيا رب يجعل كل من طبطب على خاطر حد وجبر بخاطر حد ربنا يكبر بخاطره وطيب قلبه، ويا رب يجعل ايامكم كلها سعاده يا رب. يلا حبايب قلبي نتوكل على الله ونروح بقى ايه. ما تنسوش بقى اللايكات والكومنتات والتعليقات الجميله والمشاركه للفيديو. وصباحكم زي اللبن الحليب، وقول لهم نورتونا وشرفتونا. يلا حبايبي، يلا يا ابو محمد انزل. هتنزل التجيب انت يا يوسف؟ يلا يلا بسرعه كده. حاجه ساقعه في الشتاء. خلي بالك من المستكل. يلا هاتها بالشطه والليمون يا يوسف. خليه يجيبها بالشطه والليمون. بالشطه والليمون اللي جنبه اللي جنبه. ايوه اهو. ربنا يفتحها عليه يا رب ويكرمه. ده مطعم هنا مفتوح عندنا في البلد في الطريق العمومي اهوت. ما شاء الله بيعمل كريبات وفراخ مشويه وكفته. ربنا يحنن على الناس كلها يا رب ويرزقهم برزق اولادهم وعين كل واحد على حاله يا رب. اللهم امين يا رب العالمين يا رب. الناس بتجري والله، غلا الدنيا مخلي الناس يعني. الحمد لله اهو ما شاء الله. بيشوي فراخ ده ولا ريحه ولا كفته ده ولا ايه؟ طبعا دي المدرسه بقى ودي المعهد اللي انا بصوره لكم من فوق. من فوق فين؟ من على السطح اهو. يلا مقام سيدنا عبد الرازق على المقابر. احنا كده رايحين عند المقابر. اخويا عازمنا في المقابر النهارده ولا ايه؟ في ناس قاعده النهارده عند المقابر. هو كان حد متوفى النهارده يا ولاد؟ لا، في ناس بتروح بعد العصر. بتروح المقابر. عليه احنا كنا رايحين في يوم غير الخميس خالص. هي زياره المقابر في اي وقت يعني ملهاش. بس هم هنا والله. ويوم الاثنين شوفوا الطريق حلو ازاي. هم مظبطين لنا الطريق اللي احنا هنروح فيه في الاخر. شوفوا احنا الطريق ده كده ماشيينه ما تخافوش يعني. شوفوا ماشيين اهو. مظبطين لنا الدنيا خضره والدنيا جمال، ومقعديننا في وسط الهواء والطرق. انتوا تيجوا هنا ما تروحوش، اقسم بالله ما تروحوا هنا. فكوا اللي جواكم كله، ما حدش هيطلع يقول اسراركم بره يا جماعه. عشان تعرفوا زياره المقابر يعني رحمه، حاجه كده. ربنا يحسن ما بين. والله ربنا. انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون. ما تخافوش، جايين لكم يعني. جايين. يلا والله العظيم انتوا ارتحتوا من غلا الدنيا. انتوا كنتوا عايشين في ايام الرخاء. وهنحسد كمان الميتين. هنحسد الميتين يا اولاد ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحه على روحهم كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب احسن ختمنا يا رب. اللهم امين. واغفر لنا ذنوبنا. اخويا عازمنا في الغيط يا اولاد. هيغدنا في الغيط. اما نشوف هيغدنا ايه. اياك ما يكونش ذابح العيال. يلا. ما عرفتش اوريك الاوت فيت. هو اسمه الاوت فيت. الاوت فيت اللي هو ايه؟ الاوت فيت ولا المافتش اللي بيقولوا عليه ده اللبس يعني. وايه رايكم ما اقول ايه الطقم؟ ايه رايكم؟ استنى ما اجي معاك يعني. في العبايه اللي انا لابساها دي ايه رايكم فيها؟ ايه رايك في العبايه دي يا ابو محمد؟ انت قمر من غير عبايه. اقسم بالله. عارفين العبايه دي عندي من امتى؟ اصيله العبايه دي. من امتى؟ بقالها اكتر من كام؟ 13 سنه. ليه 10 سنين؟ 11. جايباها وانا حامل فيك يا يوسف. طيب انا عندي 13 سنه. طيب يبقى بقالها 13 سنه وجديده نور عشان محافظه عليه. وبما ان كل حاجه موضه قديمه بترجع، قلت والله العظيم لا البسها واوريها لكم وقولوا له ايه رايكم فيها. ولبست كمان عليها الطرحه الجديده. وكمان جبت الشال بتاعي بوش. الكوفيه ديت بتاع محمد عماجيل. تعالوا احنا جايين قبل الناس اللي هيعزمونا. احنا جانا قبلهم. احنا اللي هنقص. عاوز اقول لك على حاجه. قول لي من عيوني. انت تؤمر يا ابو محمد. عاوز اقول لك ان الهدوم مش بتحدد اللبس.
اللي لابسه هو اللي بيحلل مش الهدوم. بقول لك القالب غالب؟ امال ايه؟ القالب غالب. ايوه، يعني اي حاجه لو واحده حلوه عسل تلبس اي حاجه تخليها عسل، ولو واحده وحشه كان يقول لك ايش تعمل المشطه في الوش دي. مهما تلبس. تعالوا نوريكم القرنبوط يا ولاد دوت هنسرقها من حماده. بصراحه البسله اللي كانت مسروقه عسل والله طعمها جنان اهي، وكنا عازمين عليها الناس. شوفوا القرنبوطه دي بس لسه في الأول. لسه اهي. لسه ما عملتش. بس القرنبوط تعالى يا ولاد اما نجيب حبه بسله نتسلى فيهم على ما اصحاب العزومه هنقعد يجوا. نتسلى في البسله وبعدين ما عرفنا ناكل. هما جم، احنا شكلنا لا واكلين ولا شاربين النهارده. تعالى يا ولاد والنبي، تعالى يا يوسف، تعالى يا يوسف اما نجيب حبه بسله نقصقص فيهم. يالا البسله بتاعتهم مسكره عسل ناحي اقسم بالله. تعالوا كده عدونا عدوا. جميل ايه يا بنتي؟ البسله عسل والله يا عبده. البسله عسل يعني هنقعد مش قادره اقاوم البسله اقسم بالله، ما انا قادره اقاومها يا ولاد. عسل عسل عسل. شايفين اللي بقصقص ليه؟ انت هتكتري بقى ولا ايه؟ اكتر. انت معايا ولا عليا؟ احنا مش عايزين بس ناكل بسله كتير ونيجي ناكل ما نعرفش ناكل. يعني ما احنا شفناهم اقسم بالله شكلهم هم اكلونا. مش عارف هما. ده انا غاسله بطني ونشرها من امبارح. ينفع الكلام ده يا قلت ولاد؟ لك ناكل لقمه في البيت قبل ما نيجي. لا لو اعرف كنت جبت حته مشي اقسم بالله، كنت جبت الريحانيش وبصله بقى من اهو. وبص يا معلم يا عيني بقى، ولو كنا جبنا السردين. لو كنا جبنا السردين اللي انا ما أنا باكلش عاملاه الحوادق دي بقى. تعملي ايه؟ كنت هجيب لك اي حاجه انت، بس كنت انت تؤمر بس. اصل انا اخويا حماده اصلا بيقول انا هلمها ايه، هيمسك البسله نشفها؟ يشكلها هيقلعها. لا يا احنا والكرنب بتاعه بذمتك المحشي بتاعه ما كانش عسل. احنا ناكلها احنا بقى طلعها معايا نشفها. حتى العروسه اللي كانوا واخدين لها المحشي كلموني قالوا لي يا زاهيه بتقول في حياتها ما كانت محشي كرنب ولا محشي ولا المحشي دي بلدي يا زاهيه؟ بلدي. ها؟ بلدي عسل عسل. قلت لها يا خرابي ده انا اعمل لها واودي لها تاني. قالت بتقول ده هتعملها تاني مش هم يقولوا؟ قال لا، بتقول لك انا اول مره اكل محشي بالحلاوه والطعامه دي، محشي ورق العنب ووحشي ولا الفرخه بقى. بتقول ما سابوش منها اي حاجه. ربنا يجعل. انا اصلا لما باجي اعمل اكل لحد يا اولاد بقعد اقرا على قران والدين والله زي ما كانت بتعمل لما كان عندها عزومه ولا حاجه. كانت طول ما هي قاعده بتشتغل في المطبخ تقرا قران وترقي في الحال. ليه؟ يقول لك ما بيحسد المال الا اصحاب. تعالوا يا ولاد بقى، انا لو قعدت اجمع البسله خليك يا حماده ما تجيش وانا اجمع البسله، ولو جت قلت انت ومراتك سرقت البسله شوف بقى انت هيحصل. احنا قصقصنا اللب على ما جم اهو. انا سمعتهم هم بيقولوا هم بيصوروا. قرب التليفون له اهو. اللي هيجي يتكلم وانا نزلت بسله هطلع عينه. هات يا ولا ما ناكل البسله على ما محدش يجيب باكور وحبه بطاطس. انا باكل بسله انا باين هوفر لاخويا العزومه بتاعته. هوفر لهم العزومه بتاعتهم. اي اكل هنا لو عيش هم على حبايه عنهم البسله بتاعتهم الوقت بتاكل. حط اللايك. ووصلوا بمطار القاهرة الدولي بالسلامة والطيارة هبطت بس معناها مش هيبقى نسيت. تعالوا نبقى نروح عندهم بقى نشوف هما هيعملوا معانا ايه. ده بدينا الصبح ويقوم لي مطار القاهرة عشان تعرفوا انا اللي معزومة وجت قبلهم. هما ما كانوش عايزين يجوا عشان ما يقفلوا عليهم. بس اعمل ايه بقى؟ يعني هو انا اسكت على حقي؟ هتدينا بسله خضرا لما هنهر. هديلك دواء للاسهال. هديلك دواء اهو. احنا كنا العزومه اللي كنا عاملينها امبارح الناس من المحل حياه اكلت بسله. قلت لها البسله دي اللي انا سرقاها من عند اخويا وربنا تمنى شايفه الفيديو. قلت لها والله العظيم البسله دي سرقاها من عند اخويا. الحاجه اللي بتبقى مسروقه بتبقى مسكره. لا يا ودي اوعى، السرقه حرام. السرقه حرام، ده احنا بنضحك. اوعى هو لولا ان اخويا مش واخد. انا حد تاني السرقه عندنا والله
مباح. عشان ما بينزلوا بياخدوا. جبناه هي ملفوفه ولا فارغ اللفه؟ لا انا بجيبها حتى الكرنب اللي عندي. تعالوا بقى يا ولاد اما اوريكم ده ايه يا ولاد. حد يعرف يقول له الحشره ده ايه؟ اهو دي ايه الحشره دي؟ اتنين انفصلوا. انتوا كنتوا توأم. خنفسه شافت لي ابنها على الحيط قالت له ليا في خيط يا اختي. الله يرحمك يابا كان يقولها على طول. شايفين 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 ايه الجمال والحلاوه. قولوا لي اعمل ايه في مرات اخويا اللي مقعدانا سابت عده الشغل وسابت الاكل. ايه رايك في امك يا هناء يا ايه رايك في امك يا شهد؟ قعدنا لحد دلوقتي يعني. قولي لي كده يعني عزموك. انا قايله والله من ساعه ما ما يبقاش حلو الا لما اكون على شقه كده اكونوا جعانين وما استني ما اجيب امي الاكل على شقه. تبقوا جعانين كده ماسحين بطنكم. انا غلطان كده تاكلوا صوابعكم ورا الاكل. احنا شكلنا لا واكلين صوابعنا ولا واكلين رجلين ولا واكلين قفانا حد. بذمتكم واحده تيجي تعزمنا كده ومش مجهزه عده الشغل بقى جوزي بعد ما نيجي الراجل يروح البيت تاني. يلا معلش. انا ما جبت كمان انا اللي هجيب. انا اللي اتفرجوا على بنت اخوي بقى. انا اللي معزومه. انا اللي اجيب حاجه العزومه. اي اختي والله العظيم انتوا عيال. حتى احنا وانتوا كنتوا قلت لي هاتوه واحنا ما جبناش. والله لو كنتوا قلتوا لو كنت انا جايباها وانا جاي. جبت لهم الشبك. طب جابوا الشبك وما جبناش الحاجه اللي هنحط فيها الرفاع. والله العظيم انتوا يومكم 24 ساعه النهارده ونشوف شكلنا كده هناكل في وراناش حاجه. الدنيا هتضل. مش مهم يا انا بدوق الشموع. ماشي يا ستي. لا الديابه تطلع تاكل. حتى العزومه فات. كل حاجه فات والعزومه فات وايامكم كلها فات. بذمتك بلاستيك. طب يا ريت بلاستيك لو حطيناها على النار هتسيح الوضع. يلا هيصه وهناء والده بريصه ان شاء الله. واتدحرج واجري يا رمان على حجري يا رمان. انا حجري حنين ياخدك ويميل يا رمان. يا الله فين الفراخ بدعيبكم؟ اقفلي على ما ابوك يجيب الشوايه في يوم كل 24 ساعه دي. الحمد لله والحمد لله مرات اخويا اخيرا هتغدينا عليه بعد ما راحوا جابوا الشوايه دي من ضر. الفحم من ضر. الشبكه اللي فوق دي من ضرنا. استني جوزي اللي ولع الفحم. هو اللي مولع. انا اللي كلت المش بتاعهم. استنى يا احمد. واحنا اللي رحنا للقناه كل حاجه. جبتوها لي. هو انتوا اللي عازميننا ولا انا اللي عازماك؟ انتوا اللي عازميننا ولا انا اللي عازماك؟ نسينا الخير. احنا وكنا في البيت. انا عايزكم تيجوا تاكلوا كده. نفسي كان نفسي ومنى عيني اعمل حاجه من غير مجهود. كل حاجه بتعب فيه. قناه بتعب فيه. مشاهدات بتعب فيه. عزومه بتعب فيه. معزومه بتعب فيه. قولوا لي ايه اللي ما بتعبش فيه؟ قولوا لي. الشقيانه شمعانه وهي البطاله ايه؟ تعالي. لا والنعمه يا اختي الشقيانه لما شاف السكاكين شغاله الله ينور. بنتي هنا عملتها وابو محمد اللي ولع الفحم. والله العظيم كان هين علينا ناخد الفراخ وناخد حقنا ونمشي. الشمس جايه في الكاميرا يا شاديه يا بنت اخويا. لا حلو. لو الشمس جايه في الكاميرا هاخد الفيديو بتاعكم بدل بتاعك. ماشي. حطك مكان الفراخ. نحطك مكان. احنا ما صدق احنا ما احناش عارفين نولع في الفراخ بالزعيم. انت سيبها بقى تشتغل وحيد اهو. لا وعملنا ايه بقى؟ ايه قعده شعريه كده. اسمه منصل الروبه. ما اعرفش يلا على الترعه حود على الباري. شعري بيوجعني. شعري بيوجعني. من شدك ليل الباري. على الترعه ايه فقابلنا على الباري. رجلي بتوجعني. من تاني وراك الباري. يلا على الترعه حود على الباري. رجلي بتوجعني من ضرب امبارح. هيصه يا رمان يا رمان يا رمان هيطلقني. المرأة عورة. والله هوا ما يهمش. قعدتك يا زوزو.
هنمسك رجليه لا احنا عندنا ماسك انا همسك رجلها واقلب ان شاء الله يا اختي معاك. العيله معلش ما تركزش. وفاتحين قنوات، ما هم لولا الشيفات مش الميه. واخويا حماد الله يبارك له بيكمل عزل الارض بتاع البطاطس، الله يعينه ويقويه يا رب. بكره ورزقه عيال يا رب. هو الطبيعي. ابن اختك وناكل بقى واحنا قاعدين ما بتضيعش وقت. يلا الله ينور الله ينور. المعلقه دي بتاعتي صح؟ الامام السعوديه يعني انت ما جبتش حاجه في السعوديه خالص الا المعالق؟ احنا جبنا المعالق والله نفس المعالق اللي عندنا ما فيش مشاكل الا بالمعلقه دي. ديت وعندنا واحد تاني حماده جايبه من السعوديه. بعد كده لما تيجي جايه تخشي وجيبي حليتك وجيبي صحنتك وتجيبي عكاويس